السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا معلش انا اسفة على صوتي، بس انا بحاول اوضحه لكم يعني. طبعا انتوا عارفين الدور اللي ماشي اليومين دول، ربنا يعافينا يا رب ويبعد عننا المرض. شوية برد بيبهدلوا البني ادم. ربنا يحوش عننا المرض ويبعد عننا ويبعد عننا اي حاجة وحشة. طبعا عندي دور برد بقالي كام يوم، بس مخلص عليا. حاسه زي ما يكون بصوا الدنيا مكربسه كده فوق مني يعني. طبعا انتوا عارفين همدان بقى ورشح وزكام والدنيا بايظه خالص. حسيت النهارده ان انا رقت شويه، فقلت بقى اسجل معاكم. طبعا انا مصوره الفيديو ده بقى لي كام يوم صراحه، بس مش عرفت اسجله من صوتي، فقلت النهارده ادام بقى انا رقت شويه سجله بقى وانزل لكم ايه. ان انا يعني وعدتكم ان انا كل يوم هنزل. طبعا جبت بطاطس وفلفل وطماطم وبصل زي ما انتم شايفين كده، جميع الخضار يعني. بطاطس قطعتها شرايح او حلقات، وجبت صينيه اقطع البصل بقى شرايح آه، او حلقات تبع ما اسميها يعني. طبعا انا عامله كام بصلايه كده، بس بصل صغير. طبعا شايفين البصل مزرع ازاي، البصل القديم بتاع السنه اللي فاتت. البصل السنه دي عالي جدا جدا. ربنا يعافينا يعني. طبعا مسكت هنا بقى البصلتين، دعكتهم دعكه كويسه جدا بالفلفل الاسمر زي ما انتم شايفين كده، والملح اهو. ونزلت بقى بشويه من السبع بهارات برضو للصينيه دي هتبقى خطيره بجد. بصوا انا عندي شويه دهنه، يعني لما باجي اعمل كفته او حاجه. طبعا الكفته انتوا عارفين بتبقى بتنزل دهنه جامده، ما برميهاش، بلم الدهنه بتاعتها بستخدمها بقى في اي حاجه، في اي صينيه ممكن احطها. ولو انا بعمل خضار بصلصه يعني او مسبك، بستخدمها. خساره تترمي، لان الدهنه دي دهنه اللحمه تبقى كويسه جدا. زي ما انتوا شفتوا كده بحطها في طبق، بستخدمها بقى في مره تانية. طبعا قطعت بقى البطاطس زي ما انتوا شفتوا كده حلقات، رصيتها. وهنا قطعت برضو طماطم برضو حلقات اهو. حطي بقى طماطم وفلفل بقى واللي انت عايزاه حطيه. الصينيه دي هتعجبكم قوي قوي قوي. وانا عملتها معاكم بس كنت لسه مبتدئه في القناه، ما عملتهاش من زمان، او اكون عملتها وما صورتهاش، لان انا ما بستغناش عن الصينيه دي. صينيه بصوا يعني بتنجز معايا صراحه. في ثانيه بحس ان انا عملت غدا، في ثانيه بحس ان انا حابيني الاكله، في ثانيه ما بتاخدش معايا اي وقت. على طول بعملها، وانا برشح لك ان انت تعمليها، ان خفيفه وفي نفس الوقت حلوه قوي. وصينيه الانجاز دي منجزه. طبعا هنا بقطع بقى فلفل بارد اللي هو الرومي، وفلفل سبايسي حامي شطه اهو. طبعا اللي عندك فلفل الوان حطي، بس انا مش عندي الوان صراحه. انا عايزه انزل السوق اتسوق وكده، فطلعت اللي عندي. وهنا معايا حوالي كيلو الا ربع كده من اللحمه المفرومه. طبعا بصوا يا جماعه، اللحمه دي انا بجيبها من عند الجزار. هي محطوط عليها البصل بتاعها، ومحطوط عليها البهار، محطوط عليها كل حاجه. يا دوبك بس بصبعها. لو انا عايزه لحمه مش دي اسمها لحمه شوي. لو انا مش عايزه اللحمه دي، عايزه لحمه حمرا بس، بجيبها. بس طبعا دي سعرها بيبقى اقل من سعر اللحمه الصافي، لان دي بيبقى عليها دهنه وعليها بصل بقى وبهارات وكده. فبجيبها صباعه، يا دوبك بس احطها في التلاجة شويه واصبعها على طول، وما بتفكش وبتطلع زي الفل. طبعا انتوا كده عرفتوا انا عملت صينيه ايه. انا عامله صينيه كفته بالبطاطس بالخضار، تحفه بجد. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي. طبعا اللحمه الجملي انتوا عارفين بتكش، فحاولي تطولي فيها. انا ما صبعتهاش ولا على معلقه ولا على اي حاجه، بايدي كده اقصد، ما عملتلهاش فتوحات. فانتي طولي الصابع بحيث لما يكش يبقى الصابع شكله من حلو تغري فيه كده. وهنا قلت اعمل شويه رز بشعريه برضو يعني ايه آه، جنب الاكله دي تبقى حلوه قوي. طبعا شوحت بقى صفرت زي ما انتم عارفين بقى احنا بنعمل رز بشعريه ازاي كده. هو خلاص بقى كده هسيبه يستوي اول ما يتشرب. طبعا انا في اليوم ده كنت صايمه صراحه،
فقلت بقى اما اصور كده ايه معاكم، كنت صايمه الستة البيض، فقلت اعمل بقى شويه تمر. لقيت عندي من باقي اللفه من رمضان حته كده، فقلت اما اعملها بقى ايه، بخصوص ان انا صايمه بقى. طبعا انتوا عارفين الصيام، انا بحب اعمل حاجات طبيعيه في بيتي، محبش اشتري حاجه من بره. طبعا هنا بصوا صينيه الكفته كنت سويتها بقى، انا سويتها فوق ورجعت دخلتها الفرن تحت. بصوا خطيره بجد، شايفين شكلها ولونها؟ طبعا ما اعرفش الكاميرا صغرت معايا ليه كده، بس واضحه يعني. بصوا خطيره، بصوا بطاطس دايبه. انتي طبعا بتسويها فوق، مش عايزه تدخليها الفرن ما تدخليش، عايزه تدخليها على طول الفرن غطيها بفويل، واول ما تحسي ان هي استوت شيلي الفويل وافتحي الشوايه تاخد لون. طبعا انا بسويها فوق وبدخلها بس الفرن تاخد لون كده مش شوايه، بس بسويها فوق على البوتاجاز. بصوا شكلها خطير بجد، تستاهل بقكم. اتمنى ان انتوا تجربوا الصينيه الجامده دي وادعوا لي بالشفا، وكل التعبانين اليومين دول عشان ده دور جامد. وكده الفيديو انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.